السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب كلكم تكونوا في خير، يا رب كلكم تكونوا في أحسن حال. وليد عبد المنصور مجوهرات كاترين، والنهارده هفرجك وهقول لك إيه الفرق بين الفيروز الأخضر والفيروز الأزرق والكافي والإعدادي وإنا، وهل في فيروز بيكون العرق بتاعه لونه أخضر وبيكون العرق بتاعه لباني وبيكون العرق بتاعه أزرق، وإيه مميزاته؟ قرب عليا عشان هوريك ان هل الفيروز بيكون ليه اكتر من 5 او 6 او 7 الوان. الفيروز ليه اكتر من 5 او 6 او 7 الوان، منهم الاخضر ومنهم الكابي ومنهم الشجري ومنهم الازرق الساده ومنهم الازرق المشجر ولينهم قنا. وكل لون من الفيروز ليه طاقة مختلفة تماما. كل حجر من دول اعمل سيرفي كده ووريهم الوان الفيروز دي، الوان الفيروز، وهل الفيروز بتكون الوانه مختلفة، ولكن اعلى درجة في الفيروز هي الدرجة دي. قرب عليا من الناحية دي، قرب عليا من الناحية دي بتكون اعلى درجة من درجات الفيروز الازرق النادر جدا. دول يطلعوا من كل دول لان الازرق بيكون قليل جدا. خلي بالك الفيروز درجات، الفيروز كواليتي، خلي بالك من دي جدا. الفيروز اكتر من 7 الوان، انضرهم واحلاهم الازرق اللي انا فرجته لك دوت. المره اللي جايه هفرجك كام حاجه. سلام عليكم.